طب يا جماعة احنا كنا منتظرين ان الموضوع يبقى رسمي والصفقة تبقى رسمية وكل حاجة تبقى متأيفة علشان نطلع نتكلم. لان لو تفتكر من اسبوعين كده لما بدأ يحصل النوش بتاع امام عاشور، طلعت اتكلمت مع حضرتك، او من اسبوع تقريبا اتكلمت مع حضرتك بكل صراحة وبكل بجاحة وبكل وقاحة. قلت لك ان انا مش هتكلم عن الموضوع ده الا لما يبقى رسمي، مع ان انا يا فندم متأكد ان الصفقة هتتم وامام عاشور في الاهلي. قمت جاي قايل لك البقين دول وقلت لك ان انا متاكد انه راح الاهلي وبتاع، بس مش هتكلم في الموضوع. تمام؟ لحد ما بقى الموضوع رسمي وامام عاشور راح. مش دي القصه بقى. قصتنا هنا فيما حدث بعد ما راح امام عاشور والموضوع بقى رسمي والنادي الاهلي اعلنه. البرومو، رد فعل الكابتن خالد الغندور، رد فعل الاستاذ مرتضى، رد فعل الناس، وكل اللي حصل بعد اعلان صفقه امام عاشور. طيب ركز معايا في اللي جاي. بص يا سيدي، دلوقتي امام عاشور ما هواش لاعب في نادي الزمالك، ولا راح من نادي الزمالك على الاهلي، ولا كان اعاره في حته وحصل كوبري ومش عارف ايه فراح لحته تانية. مش ده اللي تم نهائي. امام عاشور اتباع لميتلاند سيتي، وبعد ما اتباع لميتلاند سيتي قعد معاهم شويه، وبعد كده الاهلي اشتراه من ميتلاند سيتي. هل هي صفقه كياده؟ هل النادي الاهلي مش محتاج امام عاشور؟ اعتقد ان مفيش نادي في مصر مش محتاج لخدمات امام عاشور. امام عاشور لاعب قادر يفيدك بنسبة 99%، قادر يفيدك. صدقني انا عارف انا بقول لك ايه. فهل هي صفقة كيدية؟ صفقة غيظ؟ لا طبعا. النادي الاهلي هيعمل صفقة كيدية وصفقة غيظ في الزمالك ليه؟ في حد اصلا ما بينافسوش لا في دوري ولا في افريقيا ولا في كاس ولا في القاب ولا في فلوس ولا في اي حاجة، ولا شكل المبنى من بره حتى. انت متخيل؟ فهيكيد حد بصفقة بناء على ايه؟ انا مش عارف. فعشان المقدمة ما تكونش طويلة، خلينا اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف في الكارثة ده يا فندم. هي كارثة بكل مقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. المهم، بص يا بيه، دلوقتي امام عاشور رسميا النادي الاهلي اعلنته صفقه رسميه امبارح، والفيديو نزل والبرومو نزل. البرومو نزل كده، قالوا لك في جمله في الاخر، قال لك ايه؟ قال لك مش لما هتعوز تشوف الشبح هتشوفه، الشبح هيوريك نفسه لما هو اللي يعوز. وده بيترله طبعا على اللي حاصل بقاله اسبوعين ومفيش حد اعلن عن الموضوع. وعايز اقول لحضرتك انها كان برومو في منتهى الذكاء، لحد يا فندم ما طلع بقى في اللقطه الاخيره عمل فيها كده وبتاع. وقبلها في مباراه الاهلي والزمالك امام عاشور راح عند جماهير الزمالك، وبعد كده قامت جايه الكاميرا كده عامله عليه فلاش، وقامت جايه موديه عند جماهير الاهلي ومصور ومنبهر بجماهير الاهلي واقف ينبهر وبتاع. الكابتن خالد الغندور بقى شاف اللقطه دي وما سكتش بقى، قال لك بص، ده ولا كأن كان عنده انتماء لنادي الزمالك، ده ولا كأنه يعرف ان في جماهير اسمها الزمالك، ده ولا كأنه. وفضل بقى يولول ويعدد على المباشر ويتكلم على امام عاشور ويقول لك ولا في انتماء، ده رايح رامي نفسه عليه. هو انت وخطيبتك؟ انا حسيت ان الموضوع فيه خطوبة. يعني الكلام ده بيتقال لو في خطوبة مثلا بين اتنين ومثلا العريس سابها، فهي ايه، راح لواحده تانية قامت جايه ايه بقى، ده بص ده لقى نفسه عليها ازاي، بص بيجيب لها شيء وشويات ازاي، ده بص هو ده اللي حصل في قناه نادي الزمالك مع خالد الغندور امبارح. والله كابتن خالد الغندور قال نصا، قال لك بص ده لقى نفسه عليهم ازاي. يعني ايه؟ قال لك بص بيسمع كلامهم ازاي، احنا كنا بنبوس رجله عشان يمضي 3 سنين، راح هناك يمضي 5 سنين. طب ده ما لفتش نظر حضرتك لحاجه؟ يعني ده ما لفتش نظر حضرتك لاي حاجه نهائي؟ ان هو كنا بنبوس رجله عشان يمضي 3 سنين، ولما راح هناك مضى لهم 5 سنين بالرقم اللي هم عايزينه بكل الحاجات اللي هم بيتمنوها. ده ما لفتش نظر حضرتك ان في فرق شاسع بين الاهلي وبالزمالك؟ ده ما لفتش حضرتك ان لما حد بيخير بين الاثنين اوتوماتيك بيختار النادي الاهلي حتى لو هيجي على نفسه في شويه حاجات؟ يا كابتن خالد، فكره انك تقارن بين النادي الاهلي ونادي الزمالك انا بجد ان دي مقارنه مظلمه لنادي الزمالك. احنا ما عندناش حاجه واحده تاهلنا نقارن بيها نفسنا مع النادي الاهلي. فعشان اكون
احقاقا للحق واكون صريح واكون كده بني ادم رطب كده مع حضرتك، اكون كده رطب مع حضرتك. خد الكلام ده مني بصدر رحب. احنا ما عندناش ميزه تنافسيه واحده نقف بيها قدام الاهلي. نادي الزمالك ما فيهوش ميزه واحده نقف نتكلم عليها واحنا بنتكلم كده ونقارن، بنقول الاهلي عنده كذا والزمالك والله عنده فلان الفلاني. مفيش الكلام ده. الاستاذ مرتضى منصور اللي طلع شتم امام عاشور بابوه وامه وبعيلته وبعيله عيلته ومطلع له فيديوهات وهو قبل ما يسفروا ميتلاند سيتي، ما الراجل عايز يغور، عايزك توافق انه يمشي، فطلع يقول ده يا راجل ده انت قلت له احلف انك مش هتروح الاهلي، ما حلفش. انت متخيل؟ انت ما خدتش بالك انه ما حلفش. المهم اللي حصل برضو زي ما قلت لحضرتك كده، انت عارف اي حد ليه مشكله مع الاستاذ مرتضى شتايم بقى، وامك جت عيطت وابوك عيط وخالك عيط واخوك صوت واختك جه. الاستاذ مرتضى منصور دايما بيقحم العيله والاسره في المشاكل اللي بين اللعيبه والنادي. طبعا انت عارف يعني كابتن خالد لما بيحب يتكلم في موضوع بيتكلم فيه بجديه، يعني انت فاهم. وزي ما قلت لحضرتك الاستاذ بقول لك بعد البرومو اللي حصل ده في شياط حصل في نادي الزمالك بطريقه، ناس بتقدم اللعيب بتاعهم ما يقدموه بالطريقه اللي تناسبهم، ما يقدموه بالفيديو اللي هم شايفينه انه مناسب لتقديم اللعيب ده، ما يعملوا اللي هم عايزينه، ما اللعيب بتاعهم والنادي بتاعهم والصفقه هم اللي دافعين فلوسها براحتهم. يعني انا مش شايف ان في اعجاز في ان هم يقدموه باي طريقه، ومش شايف ان الطريقه اللي النادي الاهلي قدم بيها الصفقه كانت طريقه قليله الادب ولا حصل فيها تطاول ولا حد قال حاجه ولا حصل حاجه. انتوا كلكم بتتكلموا على اللقطه اللي راح ناحيه جمهور الزمالك وبعد كده قام جاي الكاميرا موديه عند جمهور الاهلي وصور جمهور الاهلي وقال يعني بيحب ما يحب يا سيدي. هو ايه المشكله في انه يسمع كلام النادي اللي هو راح له؟ انت مفكر ان امام عاشور لما هيروح النادي الاهلي هتبقى اخلاقه زي ما كان في نادي الزمالك؟ مفكر ان تصرفاته هو في نادي الزمالك هتبقى زي تصرفاته لما يبقى في النادي الاهلي؟ يا راجل حرام عليك. يا راجل بص على كهربا وتمزج. يا راجل بص على اللي كهربا عمله في نفسه وفي شخصيته. يا راجل ده كهربا اللي كان بيضرب اللعيبه عشان يشوط البلانتيات عندنا في النادي الزمالك بقى بيروح يجيب الكوره لمعلول ولا اي حد هيشوط البنالتي ويحطها له قدامه ويقول له شوط يا بيه. يا راجل صلي على النبي. وتيجي تقارن في الاخر، القارنه دي مظلمه لينا. المقارنه دي مظلمه لينا احنا كنادي الزمالك، والله بتوقعنا احنا. المهم يا فندم في مباراه مهمه مش مهمه يعني ولا حاجه، في مباراه للنادي الاهلي النهارده نتفرج عليها ونطلع نتكلم عنها بكره باذن الله. ولكن لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت كلنا كده نقول مبروك للنادي الاهلي على صفقته الجديده، لاعب ميتلاند سيتي الدنماركي مش لاعب الزمالك اللي خده النادي الاهلي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لسه تتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي مره تتفرج عليا فيها. كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.